يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميكي رب العالمين، من الضالين ومن الغارمين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة محروسة. كلنا شفنا ماتش امبارح وشفنا مصر بتلعب مع غينيا بيساو، فريق ضعيف بس واضح ان الدنيا كانت حر، الارض الملعب ايا كان المبررات، مع انه والله فريقنا كان فيه نجوم. ايه راي حضرتك كابتن عمرو عدلي؟ معانا كابتننا المحترم التاريخ والقامه والقيمه. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. منور الدنيا. الله يكرمك. كان ماتش ساخن، درجه حراره وارض ملعب، برغم ان فريق غينيا بيساو يعني ما هوش التاريخ. غينيا بيساو كل تاريخه انه شارك في بطوله افريقيا 4 مرات، ملوش تاريخ اكتر من كده. انما مصر خدت بطوله افريقيا 7 مرات، شاركت في كاس العالم 3 مرات، صحيح فترات متباعده 34 و90 و2018، لكن كان قارات مرتين وانجزنا وعملنا لعب كويس. مره تعادل مع المكسيك، مره كنا هنتعادل مع البرازيل وخسرنا 4-3. يعني منتخب له اسمه، جوهري وحسن شحاته مصر يا جماعه مش من تاريخ قيمه وقامه وثقافه. كان معانا استاذ محمود قطب من شويه في الحلقه في الفقره الثقافيه. ايه راي حضرتك في ماتش امبارح؟ واذا ما كانش جول محمد صلاح لحق انه يعادل، كان ممكن نتعرض لموقف سخيف شويه. بص يا بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه انت حضرتك اتكلمت في حاجتين محدش تطرق ليهم بقاله فتره. المناخ اللي لعبوا فيه ده كان حاجه صعبه جدا، وبالاضافه لحاجه ان في بعض اللعيبه كانوا صايمين. ايام مفترجه هم تاني حاجه انت تطرقت في حته قوه المنافس. انت عارف ان لما بتلاعب فريق يعني ارتجالي شويه بياخدك معاه، غير لما تلاعب فريق مستواك. ايوه، او بتلاعب فريق ما عندوش خطه، كل لاعب في اي زاويه مش مشكله كده. وده تقريبا شفنا الكلام ده امبارح يعني. انا الشوط الاولاني ما كانش فيه مباراه. يعني انت حضرتك لو 45 دقيقه الاولى هم خطفوا الجول بتاعهم كده. ده خطا غريب جدا يعني. بالاضافه ان في شك انه اوف سايد. هنيجي من الناحيه الفنيه، يعني انا عكس الناس خالص، كتير قوي نقدوا الفريق عشان المستوى اللي ظهر بيه في الشوط الاول. بس انا لا، انا بقول كان في فكر موجود، بدليل ان احنا لعبنا بطريقه لعب جديده اللي هي 4-4-2 ومحدش برضو اخد باله من ده. بس حسام حسن تقريبا طول عمره بيحب الطريقه دي يعني. حتى وهو بيدرب نادي المصري في المباراه المشؤومه اللي كلنا حافظينها، ما كان نفس الكلمه، كان بيقدم نفس كان المصري كسبان الاهلي 3-1، لولا الحادثه اللي حصلت كان الدوري ما وقفش اصلا. بالظبط كده. فطبعا هو برضو طريقه جديده لعيبه مصر ما تعودتش عليها بقى لها فتره، مع ضعف المنافس او الارتجاليه اللي ادى بيها المنافس، ده خلى المستوى الشوط الاولاني مع الجو مع الحاجات دي. جينا الشوط الثاني راح مغير اسلوب اللعب، بقت عادي الطريقه اللي احنا متعودين عليها 4-3-3. رجع محمد صلاح في الجناح ونزل المهاجم اللي هو اوفا، وده لعيب جديد وليه مستقبل على فكره، رغم انه اتظلم امس. ده زي ما قلت ظروف المباراه ما كانتش مساعده. بس انا شايف ان كان في فكر بيتطبق، اسلوب لعب الشوط الاولاني واسلوب لعب ثاني مخالف الشوط الثاني عشان يعدل الحاله اللي كنا عليها. فالحمد لله، لا انا شايف ان احنا ماشيين بخطوات وخطوات كويسه، بس احنا محتاجين الناس تهدى شويه وتصبر على المنتخب. وضعنا في المجموعه جيد جدا، الاول فرق 5 نقاط على الثاني. امبارح بوركينا فاسو اتعادلت بالعافيه، يعني كانت هتخسر، ودي في صالحنا. شفنا المنافسين يعني الحمد لله، لا مصر اقوى ان شاء الله، مصر بخبراتها بتاريخها بلاعبتها. حتى ماتش اثيوبيا اللي جاي هنلعب في اديس ابابا بالظبط. برضو انا بالنسبه لي هيعدي يعني ولا انا مش ناعي هم خالص التصفيات. يعني ان شاء الله هنوصل كاس عالم ان شاء الله باذن الله، لان يعني عندنا لعيبه مستوى كويس نعرف نعدي. لو لعبنا بالمحلين هنعدي ان شاء الله. احنا محتاجين عارف حضرتك في حاجه اسمها الانسجام في طريقه اللعب، اسلوب المدرب. انت عارف المدرب ده بيبقى كيمياء بينه وبين اللعيبه. كابتن عمرو بعد اذنك يعني انا سامع واحد قيمه فاهم كرة حلوه قوي وبيتكلم، يعني مش قعده قهاوي خلاص، لا دارس مدرب. فانا لما بكتب النهارده الصبح انا هستضيف الكابتن عمرو عدلي، فسمعنا زمايلنا يعني كابتن عمرو عدلي خلاص
مين انا لا ده كان معانا في ابو قير اسمده، واحد زميلنا في احد القنوات يعني. أيوة. مش عارف قناه القاهره والناس، كابتن استاذ عادل الفخراني. ياه ده بقى له زمن، ده هو رجع من السعوديه. ده حصل فعلا النهارده يعني. هو رجع من السعوديه يا جماعه. عمرو عدلي ده لسه جاي. قالوا لي ده حد كويس وصعد وعمل. هذا البرنامج برعاية طب انت سبت مصر ليه؟ يعني انت كنت احكي لنا اولا انت عملت ايه في مصر قبل ما تسافر، ولما سافرت عملت ايه؟ انا من بدايتي في النادي الاولمبي قطاع البراعم وبعدين الناشئين. بعد كده ابتديت الحمد لله تجي لي عروض بره، فابو قير الاسمده مع الكابتن صلاح عرفه وكابتن هاني سرور. طبعا استاذنا يعني هاني سرور ده كان مدير القسم الرياضي في جريده المواني الاخباريه طبعا، من احسن المدربين خلقا وعلما. امال ايه كابتن هاني ده على دماغنا من فوق. فطبعا اشتغلنا كانوا ماسكين سن نادي ترام مع بعض وصعدوه من الرابعه للثالثه. ايوه السنه اللي فاتت. فتدرجنا احنا، يمكن اشهار النادي كان على ايدينا. اشهار نادي ابو قير الاسمده ما كانش فيه نادي اسمه ابو قير الاسمده، تمام، كانت الشركه بس. اشهار النادي كان على ايدينا. كان الله يرحمه الكيميائي محمد عبد الله رئيس مجلس الاداره، وابتدينا نمشي في اجراءات اشهار النادي، وبعدين اشتركنا في القسم الرابع. صعدنا على طول الثالث، صعدنا على طول الممتاز بيه سنتين ورا بعض. يعني الحمد لله تاسيس نادي ابو قير الاسمده انا كان ليا الشرف ان انا ابقى من ضمن المجموعه اللي اشتغلت في ابو قير الاسمده واوجدته على خريطه كره القدم، وبناء عليه صعد من الساحات الشعبيه للرابعه والثالثه وصل الدرجه الاولى يعني. ده بالنسبه قوي. بعد كده مسكت رشيد وصعدت بيه برضه ما شاء الله الثانيه ما شاء الله. وانا معسكر في نادي رشيد في الاكاديميه البحريه بلعب مباريات وديه، كان في انديه سعوديه موجوده. كان ليا الشرف ان انا اتعرفت بالمسؤولين في نادي الفيصلي السعودي، فانضميت مع مجموعه العمل معاهم. كان انا وكابتن اوكا الله يرحمه الله يرحمه الاتحاد السكندري طبعا. مسكت في البدايه فريق الشباب هناك، والحمد لله صعدت بيه. بعد كده مسكت الاولمبي. الدوري السعودي بيختلف عن المصري كتير يا كابتن عمرو؟ ازاي بقى؟ بس تنظيميا والناس عايزه توصل للعالميه. احنا ماضينا بس هي عندها الامكانيات. احنا ماضينا اللعيبه والمدربين يعني اب وولاده. أيوة. انما في السعوديه اكاديمي اكتر. يعني اللاعب غلط له جزاء مش عارف ايه. هنا ممكن الاب يسامح، انا مش هديك جزاء مش هديك عقوبه. لا ده في سيستم شغل. يعني انا مثلا عندي مباراه بكره، السكور شيت بيتعمل النهارده وبيتبعت على الاتحاد، موقع اتحاد الكوره بارقام الفنيات بكله قبل المباراه بيوم. هنا لا، وليك ميعاد توصل فيه الملعب، ما ينفعش تغيب 5 دقائق، بيبقى في غرامه. لا سيستم شغال. لان هم عايزين الامكانيات مساعداهم، عايزين يوصلوا للعالميه. تمام. فهم ماشيين بخطه. بالاضافه لحاجه لازم اقولها برضه. اتفضل حضرتك. معيار الكفاءه مهم جدا 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 في تواجد اللعيبه والمدربين. يعني هنا في اختلاف خفيف جدا. تمام. انما هناك معيار كفاءه بس. يعني انت كفء هتفضل تشتغل في السعوديه، هو تتنقل من مكان لمكان لمكان. ما عندكش الكفاءه دي دي يعني ايه محتاجه هنا في مصر ناكد على الحته دي شويه، ان معيار الكفاءه ده يكون اهم معيار في العمل اي مدرب او حتى لاعب في النادي. بالنسبه للانديه اللي اشتغلت فيها في السعوديه طبعا الحمد لله الفيصلي السعودي، وكان ليا الشرف ونجحت ان انت تصعده. ودي في نقطه مهمه قوي، ان افضل لعيب في اسيا في اسيا سالم الدوسري، احسن لاعب في اسيا من نادي الهلال، هو من ولادي في نادي الفيصلي. بسم الله الله اكبر. بسم الله. ماشي. بالاضافه لمحمد جحفلي برضه سردباك نادي الهلال والمنتخب السعودي من عندنا. طب يا جماعه ده احنا عندنا في مصر رؤساء انديه، استاذ محمد فرج عامر، استاذ محمد مصلحي، كابتن ناصر الشاذلي، عندنا سيد سمره في الجهاد. يا جماعه احنا عندنا انديه كبيره، عندنا انديه ليها احترامها وليها ادائها.
عمرو عدلي مش مدرب صغير، ده اسم كبير. انت قامتك وقيمتك اكبر من كده، وانا صدقني اتشرفت جدا النهارده ان انا التقيت بسعادتك. هذا البرنامج برعاية